السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. اهلا بيكم في قناة اكلة وفكرة مع سمية. النهاردة هنعمل اختراع. بصراحة بجد والله اختراع. يعني انا حطيت حاجات كده على بعضها ما كنتش مرتبة لها، بس طلعت اكلة تحفة خرافة. بصراحة عجبتنا جدا، وجوزي اتبسط منها جدا. بصراحة طعمها تحفة. جربوها وشوفوا اختراع سمية. انا سميتها كباب حل الفراخ. كباب حلة بالفراخ، ايوه كباب حلة بالفراخ. حاطه خلطبيطه كده، عارفين اليخن بتاع عادل امام؟ انا عملته، بس مش لدرجة البتنجان والحاجات الكتير اللي حطاها والملوخية وعلى بعضه. لا، تابعوا لاخر الفيديو وشوفوا انا عملت ايه. والله صدقوني، انا ما كنتش عارفة ان هيطلع بالطعامة دي. يعني انا تعبانه ومش قادره اعمل حاجه، فحطيت لخبطه كده كله على بعضه، بس طلع تحفه. جربوها واعملوا لي لايك وشيروا الفيديو علشان حبايبكم يشوفوا الاختراع ده. وقولوا لي في التعليقات رايكم ايه، واللي يجربها يقول لي رايه فيها ايه. يلا نشوف هنعمل الاختراع ده ازاي. والله يا جماعة تحفة. اللي أول مرة يشرفني يا ريت يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من أفكار وأكلات سمية. يلا نبدأ بسم الله. أنا كان عندي فراخ، جبتها وقطعتها كل ورك كده حتتين، وغسلتها في المحلول بتاعي ونقعتها، ومعاها بصل متقطع مفروم في الكبة وطماطم مقطعة مكعبات. تعالوا شوفوا بقى احنا هنعمل ايه. انا كنت ناوية اخلطهم مع بعض كده واحطهم في الفرن، غيرت رأيي في اخر لحظة. يلا نشوف هنعمل ايه. انا جبت الحلة بتاعتي وحطيتها على النار، وهجيب لها معلقة سمن بلدي حلوة كده، مش كتير يعني، معلقة وسط كده، وهسيبها تسخن كويس. يلا تابعوني علشان تشوفوا احنا هنعمل ايه. بعد ما السمنة تسخن كويس جدا، انا هجيب الفراخ بتاعتي وهحطها اديها صدمة، اقفل مسمي الفراخ. يا سلام على ريحة السمنة البلدي بقى والفراخ نازلة عليها كده. انا اوقات كده ببقى مش عارفة اطبخ ايه، انا بعمل كده اي تأليفة، بس التأليفة دي طلعت لذيذة قوي بصراحة. هسيبها كده بقى وهبدأ اقلبها. هجيب البصل، قلبتها مرتين كده ولا حاجة، وهجيب البصل احطه عليها. كمية البصل حلوة كده كتيرة وجميلة علشان ريحتها تبقى حلوة، وهقلبهم مع بعض. وهغطيها واسيبها عشان البخار يسوي الفراخ واللحمة، الفراخ والبصل. هقلبها بقى بعد شوية كده. ومعايا بقى نص كيلو بطاطس كده مقطعاه مكعبات، وشوية طماطم متقطعة مكعبات، وهقلب كله مع بعضه. هجيب بقى البهارات بتاعتي، احط ملح، اي بهارات بتحبيها حطيها. انا بصراحة بحب البهارات جدا في الاكل. احط فلفل، احط 7 بهارات، وحطيت كمان على فكرة معلقة صويا صوص، بس الفيديو تقريبا ما جابهاش، ورشة حبهان بودرة، وهغطيها. افتح عليها بقى بسم الله ما شاء الله. هطفي. انا هي غليت يا دوبك غلوة واحدة. معايا الطاجن البايركس او القالب البايركس اهو، هفضيها فيه.
مش قادرة اقولك الريحة كانت فعلا مالية البيت. ريحتها جميلة جدا 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 والطعم خرافة. معلقة الصويا صوص يعني ادت اللون الحلو ده كمان مع الطماطم. اعدلها بقى كده في الصينية، هي مستوية ادخلها الفرن بس تاخد لون وتنشف شوية. اهي معايا الصينية اهي، هحطها في الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. طعمها ريحتها طلع تحفة بصراحة. ادي بعد ما طلعت في الفرن خدت الوش اهي، بصراحة تحفة. والفراخ مستوية جدا جدا والبطاطس سواها حلوة قوي. جربوها وهتدعولي. يلا حبايبي بسرعة لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واللي أول مرة يشرفني يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. ما تنسوش اللايك يا حبايبي. أشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.